السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة وافضل حال. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله الكنافة بالكريمة او الكنافة بالقشطة. باسهل طريقة وباحلى طعم، وبجد طعمها حلو جدا وبلون. بصوا اللون حلو قوي، وبصوا قوام الكريمة اللي جوه. وفي مفيش يعني ما بتاخدش وقت خالص. يعني انت لو جايلك ضيوف وعارفه ان هم هيجيلك وعندك المكونات متوفره، في نص ساعه بامر الله، يعني بامر الله يا رب كده بتكون خلصانه معاكي وبتعمليها، وبتكون حاجه كده خفيفه وسريعه وجميله ولذيذه وبتكون طعمها حلو. المهم احنا هنخش هنا في المقادير. انا هنا معايا 500 جرام من الكنافه او نص كيلو. سيان بقى انتي مخزناها كده سليمه زي ما هي. بتطلعيها من الفريزر، بس لازم تكون في الفريزر. بتطلعيها من الفريزر، يا اما بتفركيها بايدك يا اما بتديها ضربه كده في الكبه. تمام. بجيب بقى عليهم معلقتين من السكر البودر، وبديهم تقليبه سريعه كده بحيث ان السكر يختفي مع الكنافه. ومعايا بقى كوبايه من الزبده او كوبايه من السمنه. بحب قوي الزبده في الحلويات، بتديها طعم حلو قوي. زبده برضو بلدي معايا، اللي هي البقري اللي هي الصفرة دي، او النيوزيلندي حلوه جدا. ولو ما فيش واستعملت الزبده اللي هي زبده فرن تحفه برضو، يعني مش وحشه. بس كل ما بتعلي في قيمه الزبده كل ما بتديكي طعم احلى. المهم هنا بقى خلاص انا غلفت كل الكنافه بالزبده معايا. هم يعتبروا 200 جرام، بس الكوبايه دي كانت اكبر شويه، بس لازم يكونوا هم 200 جرام. ما بزودش عن كده، مش بحط لها 250 جرام لان بحس ان سمنتها زياده. الكوبايه دي بتكون مظبوطه. باخد انا بقى نص الكنافه كده احطها في الارضيه وبفردها كويس جدا. وببدا بقى من يعني اللي هو بسوي القاعده كويس قوي. ومن الجوانب بحط لها برضو شويه كنافه بحيث ان يكون ليها حرف. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. ولو عندك بقى صينيه بتجيبيها زي صينيه اصغر، بتقومي واخداها ضغطه عليها بحيث ان تكون اللي تحت دي كلها ماسكه في بعضها. وانا عامله حرف لحرف الصينيه زي ما انت شايفه كده. خلاص تمام كده بقى انا هركنها. وهنبدا بقى نحضر القشطه او الكريمه، زي ما انتوا بتسموها يعني. معايا 3 كوبايات من اللبن اللي هم تقريبا وزنهم كانوا 600 جرام. معايا 3 معالق من اللبن البودر. معايا 3 معالق من الكريم شانتيه. معايا معلقتين من الباستري كريم. الباستري كريم بيدي طعم حلو قوي. ومعايا 3 معالق كبار من اللي هم الهرميين نشا. يعني 3 معالق كبار، المعلقه انا ملياها معلقه هرميه كده مليانه. ومعايا شويه من الفانيليا، ذره من الفانيليا. ما بحطش السكر، ما بحطش اي حاجه. بس كده انا بكتفي بقى بالمكونات دي. بديها تقليبه. لو عندك قشطه بوك حطيها، لو عندك قشطه بلدي حطيها. انا اللبن ده كان بخيره، يعني كان فيه قشطته وكان تمام. فانا ما حبيتش ان انا ازود قشطه ولا اي حاجه. عشان بس ما يكونش تقيل، واللي هو تقيل في السمونيه. فانما انت لو شايفه ان اللبن بتاعك خالي الدسم، لا هاتي يا اما علبه قشطه بوك، يا اما تحطي قشطه من بتاعه وش اللبن او القشطه اللي هي الفلاحي اي حاجه. المهم بس المكونات اللي احنا حطيناها لبن البودره والكريم شانتيه والباستري بيدوا طعم حلو جدا في الكريمه بتاعه الكنافه. المهم بقى هنا انا رفعته على البوتاجاز وهبدا بقى افضل اقلب فيه كده علشان برضو ما يتكتلش معايا من جنب. ايدي شغاله تقليب فيه لحد ما يبدا يعمل بكبكه او بابلز كده، من اللي هو خلاص تقل معايا وبيبكبك كده من النص. هنا برضو بفضل تقليب فيه لحد ما يوصل معايا للقوام اللي انا عايزاه. بصوا هو حتى هنا على الطروف بدا اللي هو يبكبك كده شويه ويتقل معايا. هستنى بقى لحد ما اللي هو يتقل يغلي اكتر ويبقى كده قوامه مظبوط معايا. بصوا التقل بتاعه هو مش باين قوي بالمضرب، بس
يعني الى نوعا ما هو باين شويه. هنجيب بقى، هجيب معاكم هنا معلقه وهبدا برضو اوريكم القوام بتاعها. بصوا تمام كده، بصوا هو كده مظبوط، هو ده القوام اللي انا عايزاه. مش عايزاه يكون تقيل قوي عشان ما يبقاش عامل زي اللي هو حاجه كده تقيله، لا هو كده خفيف حلو. على بال ما هيبرد هيكون مديكي برضو الطراوه الحلوه. خلاص بقى هو كده تقل معايا واستوى. هشيله بقى من على البوتاجاز وهروح جري بيه افضيه وهو لسه سخن زي ما هو كده. هفضيه على الكنافه، يعني ما تستنيش لما يبرد معاكي ولا اي حاجه، لا روحي فضيه على الكنافه على طول. هنا بقى انا كنت بنزل كل الكميه كده، جبت سباتولا وبنزل كل الكميه اللي موجوده معايا وهفردها في قلب الصينيه كده بالظبط زي ما انتوا شايفين. خلاص هو كده بقى مظبوط معايا. انا كل الحكايه ان انا هسيبه بس اقل من 5 دقايق، يعني انا مش هعمل فيه حاجه غير ان انا هسيبه 5 دقايق مش اكتر. هركنه بس 5. هنا بقى خلاص بتاع الكريمه كانت شدت معايا. انا هوريكم دلوقتي لما هاجي احط ايدي عليها. بصوا خلاص هي طبقه شدت، طبقه معايا شدت وش. فخلاص انا هنزل بقى بالكنافه معايا كده، اغطي بيها الوش كلها. انا كده ضمنت بقى ان الكنافه ما تغطسش في قلب البتاع ده، في قلب الكريمه ولا اي حاجه. هي عملت بمجرد ما عملت الطبقه دي معايا هنزل بيها وما بتقعدش كتير، بالظبط 5 دقايق بتكون شدت معاكي. هبدا بقى انزل كل الكميه اللي فاضله من الكنافه واضغط بيها بايدي بالراحه كده، اللي هو يعني انا مش عايزه اضغط قوي. انا كده كده هقلب الوش تحت، يعني انا هقلب ده لتحت، هتكون دي الارضيه اصلا. انا كده بساوي، واللمه اللي ما بيكونش فيها او حاسه ان هي عاليه عن اللمه التانية، لان انا مش هقدر اجيب صينيه واضغط بيها. انا اللي ايدي حاسه، يعني انا طول ما انا ماشيه كده ايدي حاسه ان في جنب اعلى من التاني او في حاجه مش متغطيه وكده، انا بفضل يعني اساوي فيها، اخد من ناحيه هنا لحد ما بحس ان هي النتيجه مرضيه معايا وكله يعني السطح ده كله زي ما هو. خلاص كده تمام. بضغط بقى على الجوانب دي ضغطه معتبره بحيث ان ما تكونش دي يعني مفكوكه عن دي. خلاص كده بقت جاهزه معايا. هدخلها الفرن على درجه 180 درجه حراره 180 في الرف الاوسط من الفرن، وبرده عيني عليها بتاخد بالظبط يعني في حدود 35 دقيقه. المهم بقى هنا الشربات، انا ما عملتش الشربات، بس الفكره كلها ان انا كان عندي شربات وكنت سايباه في قلب التلاجة. انا بوريهولكم الشربات ده كان قاعد عندي بحوالي شهر، حرفيا كان بقاله شهر. بصوا بقى لا مسكر ولا في اي حاجه. مطلعاه من التلاجة ساقع وحطيته في قلب المطبخ كده معايا لحد ما خد درجة حرارة المطبخ. وهبدأ ان انا هسقي بيه. الشربات عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 كوبايات من السكر، عليهم 1.5 كوباية من المية، وعليهم نص عصرة ليمونة وذرة فانيليا، وخلاص بسيبه يغلي على البوتاجاز لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. وبعد كده من درجة الغليان من اول ما بيبدأ يغلي بسيبه يغلي معايا 10 دقايق او 12 دقيقة، مش اقل من 12 دقيقة ومش ازيد من 15 دقيقة. ببدأ بقى ان انا بقوم يعني واخدة كبشة ونص كده او كبشتين ساقية بيهم الوش بتاع الكنافة. وبعد كده بجيب صينية اوسع وبقوم قلباها زي ما انتوا شفتوها كده، وببدأ اشيل حرف الصينية وبخلعها كده، وببدأ اسقي الطرف التاني اللي هو تحت. ليه انا بعمل الحركه دي؟ لانك انت لو انت جيتي سقتيها اللي هو من فوق الوش، انت عندك كريمه، طبقه الكريمه دي هتكون عازل للشربات انه ينزل للطبقه اللي تحت، فهتلاقي الطبقه اللي فوق دي مسكره قوي. يعني لو دلوقتي كميه الشربات كلها هتلاقي كميه الطبقه اللي فوق دي مسكره قوي واللي تحت مش مسكره. انما انت كده يعني ظبطتي الشربات بتاع الوش، ظبطت السكر بتاعها وقلبتها بقى، خدت الارضيه بتاعتها دي عشان تكون هي المتساويه معايا من فوق بالظبط تمام زي ما انتم شايفين كده. وببدأ برضو اخد كبشتين من الشربات واقوم ساقيه بيها الجنب التاني بالظبط زي ما انتم شايفين كده. يعني بصي مش كبشتين كامله، بصي كبشه ونص. ابدا بقى بنزل سرسوب كده بسيط عليها داير، يعني رايحه جايه كده دايره كده لحد ما بحس ان هي كلها اتملت شربات بالجوانب بكله. خلاص هي كده بقت جاهزه معايا. بركنها بس الحكايه كلها ان انا بركنها كده بس تهدى شويه، مبقطعهاش وهي سخنه طبعا.
بسيبها بس تهدى شويه وتشرب الشربات بتاعها، وبعد كده هنقوم جايين علشان نقطعها. دي بعد ما بردت معايا هنسمي الله بقى كده ونبدأ نقطعها. بص طبعا هي علشان خاطر هي مقرمشه قوي، يعني ما شاء الله اللهم بارك، كانت مقرمشه جدا. بصوا لدرجه ان هي بتعمل ازاي من الجوانب. طبعا ده لان هي في قلب صينيه اكبر منها. وده يبين لك ان هي القرمشه بتاعتها واضحه، وفي نفس الوقت الكريمه اللي جوه مطرياها بجد، كانت تحفه، طعمها حلو جدا، والكريمه اللي جوه طعمها جميل جدا، والسكر بتاعها او الشربات بتاعها مظبوط. جربي الحركه دي بالذات في الكنافه اللي هي الكريمه، علشان هي بتكون عازل للشربات. جربي ان انت تسقي الوش وتسقي الارضيه بتاعتها، تقلبيها للمه التانية عشان تسقي اللمه التانية، بجد هتفرق معاكي. بصوا القطعه متماسكه ازاي، والكريمه متماسكه جواها، وما كانتش بردت قوي كمان، يعني لدرجه ان هي كانت ساقعه قوي، لا دي كانت حلوه اللي هي دافيه. بصوا القطعه ولونها جميل، وهي بتاخد اصلا ما بتحطيها في الفرن هي بتاخد لون من فوق ومن تحت. لو حسيتي ان هي ما خدتش اللون المظبوط من تحت، انت ممكن تغيريها وتقلبيها في صينيه تانية اوسع برضو، وتخليها برضو تاخد اللون من الارضيه، او تولعي الشبكه. انا بالنسبه لي ما ولعتش حاجه، وكانت واخده لون من تحت ومن فوق، وكانت تمام التمام. بصوا بقى القطعه بتطلع ازاي، جميله جدا بجد، كان طعمها تحفه. جربوا تعملوا الكريمه بالباستري، بيدي طعم حلو قوي، والكريم شانتيه برضو. بصوا طعمها جميل وشكلها احلى. كده بقى انا خلصت الفيديو بتاعي. اتمنى يا رب ان انا اكون فدتكم، واتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. وتقولي رايكم في الكومنتات على اللي انا بعمله. وبصوا مش عارفه اخلصها، عايزه ارجع اكلها تاني. يا رب اكون بقى ضيفه خفيفه عليكم، وتكونوا بتستفادوا مني ومن قناتي. واتمنى ان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. بصوا بقى شكلها هنا عن قرب، اسيبكم بقى في الشكل الجميل ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.